خلي بالك يا معزاوي، المغرب في نصف النهائي هتكتب لا يصدق ولا بص يالا ولا ابن الشحيبه، صحصح معايا شويه. المغرب دلوقتي في نصف النهائي، يعني في ان شاء الله مدينه للقاره الافريقيه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخوان في فيديو جديد. في الفيديو الاخر غنشاهدوا فيه الجمهور العربي كيتغنى وكيتفنن في التعبير يا اخوان، وكيعبر على الحب ديال المغرب وكيشكروا وكيفتخر الانجاز اللي حقق المغرب الاخوان بوصوله عاوتاني للدمي فينال في الاولمبياد. ديما تيكون ولي مشرفنا، ديما ولي رافع علينا راسنا، ديما ولي مكبر بينا، ديما ولي الواجهه ديال العرب كامل في الرياضات وفي كل شيء الاخوان. المهم ما نطولش عليكم اخوان، كتبوا كنصيفطوا من بواحد اللايك، اشتركوا في القناه، نشوفوا الفيديو الاستقطاع ديالكم، نشاهدوا الفيديو مجموعين ونشوفوا التعبير شنو قالوا، ونشوفوا ردة الفعل ديالهم على المنتخب والاهداف اللي سجلوا، ونشوفوا كل شيء اخوان. نتلاقاو في الاخر الفيديو. المنتخب المغربي متقدم على المنتخب الأمريكي في الأولمبياد في ربع النهائي 3-0. 3-0. يعني ألف 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 مليون تريليون مبروك للمنتخب المغربي اللي بيثبت في كل بطولة إنه منتخب من أقوياء القارة الأفريقية إن لم يكن أفضلها في هذا الوقت. وبصراحة سفيان رحيمي أو حكيمي عاملين شغل عالي جدا وعاملين إفادة للمنتخب بطريقة عالية جدا، على عكس باقي المنتخبات. يعني الخبرة أهو، الخبرة بتفرق جدا فعلا. سفيان رحيمي عامل الصمت في حرم الجمال جمال، الصمت في حرم الجمال. المنتخب المغربي اسود الاطلس تيك تاكا، ما بعرف، سكت الكلام. انت عم تحضر نسخه استثنائيه، انت عم تحضر منتخب استثنائي ببطوله باريس 2024 الاولمبياد. اللي ما عم يتابع المنتخب المغربي بالاولمبياد فاتك كثير، بحب لك فاتك كثير. اليوم كان عم يضرب، ما بعرف، عم يضرب المنتخب الامريكي، عم يسحق المنتخب، كان عم يضرب، يسحق، يدمر، يبهدل، مسح فيه الارض رايح جاي للمنتخب الامريكي. المنتخب المغربي اسود الاطلس اليوم كان عم يتفوق ويدمر ويفجر ويسحق ويمحق ويبهدل المنتخب الامريكي ب4 أهداف مقابل شيء، لا هدف ولا 2 ولا 3، برباعيه. الاربعه توجع، الاربعه ما تنيمك الليل، الاربعه تبهدل يا ابو اربعه. شو هاد؟ بهدلوهم للامريكان، بهدلوا للمنتخب الامريكي. اسود الاطلس الى نص نهائي باريس، بطوله الى نص نهائي اولمبياد باريس 2024، الى النص نهائي، وان شاء الله الى النهائي والذهب. والله ان كن ذهب، والذهب بده ذهب يا حبيبي. والله المنتخب المغربي عم يقدم لك تيك تاكا جميله، من اروع المنتخبات في اولمبياد باريس 2024، من اروع المنتخبات، اروع منتخب بالبطوله، منتخب استثنائي، تيك تاكا، لعبه سريعه. لا 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 لا، متعه والله، مستمتعين فيكم يا اسود الاطلس. برباعيه يرحمون، يعني حاجتهم كان للثلاثه وخلاص، اصروا على البهدله وياكلوا الاربعه المنتخب الامريكي. ابلع شوب باولمبياد باريس 2024، شوب المنتخب الامريكي، مسح في الارض. ده احنا بقينا مسخره. مسخره. انا باخر مباراه، اخر 5 دقائق 10 دقائق، المنتخب المغربي صار يتسلى فيهم تسلاي، صار يلعبون ترقيصه، تيك تاكا، يحرقصون برباعيه والله قاتله. تقيل النتيجه والله. مبسوطين بالفوز، مبسوطين بمنتخب المغرب من القلب. مبروك لاسود الاطلس. مبسوطين اكثر، مبسوطين بالفوز، مبسوطين اكثر للنتيجه، ومبسوطين اكثر للرباعيه. يعني نتيجه التاريخ، يا تاريخ. ضربوا المنتخب الارجنتيني وضربوا المنتخب العراقي، واليوم تفوقوا بالربع نهائي على المنتخب الامريكي. من هو الضحيه القادمه في النصف النهائي؟ ننتظر من القلب. بتمنى لاسود الاطلس المنتخب المغربي الذهب، والله غير الذهب ما يزين صدوركم ان شاء الله. ديما مغرب، والف مبروك. مبروك للمنتخب المغربي، مبروك لاسود الاطلس. احضر وتابع هذا المنتخب على مسؤوليتي، والله راح تستمتع. شويه ديال الانصاف لهذا اللعب هذا، والله يسمح لهذاك اللي ضيعنا فيه من هاد السنوات كامله حتى وصل 28 عام عاد بغينا نستافدوا منه. من كره ميته كيجيب لك بلاتي، من كره ميته كيجيب لك كفره، من كره ميته كيجيب لك بيت. الصراحه هاد المده كامله كنا ضايعين في واحد المهاجم صريح واعر بزاف وعلى الطراز العالمي.
حكيمي، وكيف قلنا الفيديو اللي داز نضج كرويا وحتى على مستوى الشارة ديال الكابيتان، فهو يستحقها عن جدارة واستحقاق. زيد على ذلك كما كتبين التصوير هنا عنده علاقات زوينة مع كاع اللعابة وكلهم كيحترموه حتى مع الخصم، فهو مثال يقتدى به. كان قال سيدي باللي هو ما كيعرف حتى حاجه على هذا المنتخب او على هذا البلاد، واليوم بالفعل عرف بزاف ديال الحوايج عرفهم. رديناهم 3-0 وزدناهم بيت ديال البونيس. ولي تاني مره غادي نقولها، هاد اللعاب خاصو يلعب بالكرافطه، انيق لواحد الدرجه بزاف وكيعطيها وما كيزيد ما كينقص فيها. مره واحده اللي شفتو ضيع كره واللي اصلا كنا رابحين في تاني ماتش كيدير واحد الماتش في المستوى، وداكشي اللي كنا كنتسناو منه واحد المره دارو. صراحه بغيت نعرف هاد الجوج بسالاوها. بصراحه نقطه واحده سلبيه اللي شفت في هذا الماتش وهو الضربات الثابته، ما استغليناهمش في مره. خلونا في لي كومونتير شكون اللاعب اللي عجبك في هذا الماتش. هاد الصورة كتلخص كلشي. هاد الانسان محبوب، عمر كابيتان جات بالعمر، كابيتان كتجيب الاحترافيه، وهذا هو حال اشرف حكيمي، المرضي ديال المغاربه، معشوق الجماهير. هذه هي النسخه، هذه هي النسخه الحقيقيه اللي كانوا كيتمناو المغاربه كاملين يشوفوا في اشرف حكيمي. فرق كبير، شكون واقعيين، فرق كبير ما بين اشرف ديال المنتخب الاول وما بين اشرف ديال المنتخب الاولمبي. ما يمكنش، الواقع كابيتان حقيقي، ما كيفكرش في راسو، ما كيفكرش في الارقام ديالو، كيفكر صالح المنتخب، كيفكر صالح البلاد، كيلعب على الجروب، كيجمع اللعابه، كيموت على اللعابه، كيعطي الثقه للعابه. واليوم تبارك الله يعجز اللسان عن وصفه. ماتش كبير بزاف، لعب في دارو، الدار الكبيره، لعب مرتاح وعارض على اللعابه المنتخب كاملين واخدين راحتهم. قال رحيمي هاك عبد الغزال ضربها ماركاها، دخل موهوب قال لي هاك الدجاج بالبرقوق ضربو. شو تبارك الله كيفاش داير، احترافيه. سير الله يحفظك ولدي. المنتخب المغربي الأولمبي على غرار المنتخب المغربي الأول في مونديال قطر لأول مرة في تاريخه في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024، وهي المرة الأولى للمنتخب المغربي الأولمبي في تاريخ الأولمبياد بالكامل. الفرحة بقى، انت النهاردة بتشوف كل حاجة، بتشوف لعيبة بتسجل، بتشوف أداء، بتفتخر، بتستمتع، حاسس ان أداء لعيبتك أكبر من الفرقة أو أكبر من أمريكا. دول مش الولايات المتحدة الأمريكية، دول بعد الهزيمة أصلا ما خدوش، ده طرد، دي مش هزيمة عادية، ده طرد. دي بقت الولايات المتحدة الأفغانية، الولايات المتحدة الشبشبية، الولايات المتحدة اللاتينية، الولايات مش مفيش أمريكان خلي بالك يا معزاوي. المغرب في نصف النهائي هتكتب لا يصدق ولا بص يالا ولا ابن الشحابة، صح معايا شوية. المغرب دلوقتي في نصف النهائي، يعني في ان شاء الله مدينة للقارة الافريقية باذن الله. ما تقولش لا يصدق تاني وما تستهزاش وما تستهونش انت والاخوة الاسبان او الاخوة الاعداء بتوعك التانيين، ما تستهونش يالا، ما تستهونش. وان شاء الله خير باذن الله، وان شاء الله تيجي اسبانيا تاني، وان شاء الله تتشبشب تاني ان شاء الله باذن الله. المغرب يالا في نصف النهائي، اوعى تستهزأ يالا، اوعى تستهون يا معزاوي. احنا برضه شغالين برضه، احنا عندنا، احنا مبروك للعرب ومبروك لقارة افريقيا ومبروك للامازيغ ومبروك للشعب المغربي ومبروك لاي واحد ماشي في الشارع من المغرب ومبروك للطفل المغربي ومبروك للطفلة المغربية ومبروك كل حاجة للمغرب. يلا عشان المعزاويين ما يزعلوش، انا جبتها من الاخر اهو. النهارده انت بتفتخر بكل حاجة في الملعب، دي هزيمة قاسية، ده طرد من الاولمبياد. المغرب يطرد امريكا من الاولمبياد. امريكا مش قد المغرب، امريكا مش قد المغرب في الماتش. المغرب عالي، المغرب في السماء وامريكا في الارض. المغرب فارق بكتير، فنيات وتقنيات واهداف. امريكا خايفه تهاجم على المغرب، ده امريكا حتى وهي خسرانه خايفه تطلع تعمل هجمه عشان ما يتغلبوش 4-5 ولا 6. ده النهارده المفروض يجي 4-5-6 على الاقل. بس احلى حاجه عجبتني النهارده في المنتخب المغربي ان هو حتى وهو بيسجل الاهداف
هادي واللعيبه هاديين عشان حذرنا بالامس في فيديو الامس. انا الحمد لله عملت فيديو الامس وبشرت الناس ان المغرب هيبشرنا قبل مباراه مصر الله ان شاء الله، ولكن ان شاء الله يا رب بس اليوم يكمل على خير ويكسب منتخب مصر، على الاقل القاره الافريقيه هتضمن ميداليه ان شاء الله. هادشي اللي كيكون في الفيديو هذا، فيديو بصراحه زوين بزاف، طريقه كيفاش كيعبروا بها على الحب ديالهم على المغرب، وطريقه كيفاش كيهضروا على المغرب كانه الوطن ديالهم، كانه بلادهم. شحال من حاجه اخوان صراحه زوينه بزاف. نتمنى يكون عجبكم اخوان الفيديو كيف ما عجبنيش انا، الحمد لله صراحه عجبني بزاف. ما تنساوش تعملوا بواحد اللايك، تشتركوا في القناه، تنشروا مع الاصدقاء عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام.